عمرك سألت نفسك ازاي ممكن شخص يبص لك بعين واثقة وهو متدمر من الداخل؟ ازاي حد بيتصور وهو بيضحك يبان للناس ان حياته كاملة وهو في الحقيقة بيتعذب وبيكره نفسه؟ الناس فاكرة ان النرجسي كسبان عايش سعيد وبيتحكم في الكل، بس الصدمة ان النرجسي اكتر واحد مهزوم ورا القناع اللامع، ورا الكلام الجذاب في فراغ كبير. النهاردة هنتناقش في 5 علامات سرية لو عرفتهم مش هتشوف النرجسي زي الأول أبدا. أهلا بيكم. النهاردة مش هكلمك عن النرجسي زي ما اتعودنا، مش هقول لك هو ازاي بيجرحك أو بيتلاعب بيه. أنا هكلمك عن اللحظة اللي بيقف فيها قدام المراية ويبص لنفسه وما يعرفش هو مين. النرجسي طول الوقت لابس وجوه مختلفة، وجه القوة، وجه الثقة، وجه الجاذبية، لكن ورا الوجوه ديت في شخص ضايع بيدور على أي نظرة إعجاب علشان يحس إنه موجود. بيخاف من الصمت لأن الصمت معناه إنه هو يواجه الحقيقة اللي بيهرب منها، إنه شخص تعيس. كل لعبة بيلعبها، كل علاقة، كل نجاح مش علشان يعيش بجد، لكن علشان يدفن الفراغ اللي جواه. بس الكارثة إنه كل ما يدفن الفراغ بيزيد. كل ما يضحك ضحكة مزيفة بيحس أكتر إنه ميت من الداخل. النهاردة هنكتشف إن النرجسي مش بطل زي ما بيحاول يبين، لكنه مجرد قناع هش أي لحظة ممكن يتفتت. أول علامة الغيرة القاتلة. عمرك شفت حد مهما ياخد ما يشبعش؟ النرجسي مهما تديه فلوس، مكانة، إعجاب، تصفيق، وبرضه تلاقيه بيدور على اللي عندك وعند كل الناس. دايما بيقارن، هو ممكن يكسب جائزة كبيرة بس لو شاف شخص خد مكافأة بسيطة بيتدمر. كلمة مدح اتقالت لغيره بدل ما تتقال له تفسد يومه. لو نجاح بسيط اللي حواليه يتحول عنده لطعنة عمرها ما بتعدي عليه بسهولة. هنا بقى المأساة، انت شايفه قدامك واقف واثق من نفسه، لكن الحقيقة هو أسير غيرته القاتلة، وصوته الداخلي بيصرخ ليه مش أنا؟ تقدر تتخيل تعيش حياتك كلها مش مبسوط من إنجازاتك، لكن بتتقطع كل يوم من إنجازات غيرك؟ هو مش بيسابق عشان يكسب، هو بيجري عشان يهرب من الإحساس المهين إن غيره بيتفوق عليه. وده مش نجاح، ده سجن بيعيشه النرجسي طول عمره من غير بصيص أمل للخروج منه. وتاني علامة جرح الأنا النرجسية. إيه أصعب لحظة في حياة النرجسي؟ مش اللحظة اللي أنت بتسيبه فيها، اللحظة دي مجرد الشرارة الأولى. اللي بيدمر النرجسي بجد إن صورته العظيمة تتفتت قدام نفسه. هو طول عمره عايش على وهم إنه فوق الكل، أقوى من الكل، أذكى من الكل، لكن أول ما تهجره بيحصل زلزال داخلي. الصدمة الحقيقية إنك كسرت المراية اللي شايف نفسه فيها. اللحظة دي بالنسبة له مش فقدان علاقة، لكن انهيار داخلي، وبيقول لنفسه ازاي يسيبني انا؟ صوت داخلي ما بيسيبوش لحظة: انت مش كفاية، انت مش مرغوب، انت مش محبوب. الصوت ده ما بيسكتش، بيتكرر ليل ونهار، جرح نازف مش بيلتئم. وكل ما يحاول يهرب يدخل علاقة جديدة، يلمع نفسه قدام الناس، يضحك بصوت عالي، الحقيقة بتفضل وراه. وانت شايفه بيتطور في حياته، بيتكلم بثقة، بيظهر انه اقوى من اي وقت بتفتكر انه سعيد وتخطاك وشاف حياته وانت مش فارق معاه. لكن الحقيقة ورا المظاهر دي انه واقف قدام مرايته وشايف نفسه اللي انت دمرتها بهجرك. واللحظة دي هي لحظة الانكسار، لحظة بتدمر القناع اللي عايش وراه. هي مش مجرد لحظة موجعة، لأن النرجسي مش بيتعامل مع الهجر زي أي إنسان تاني، هو بيشوفه إهانة مباشرة وفقد لسيطرته عليك. لما توصل له رسالة إنك مش محتاجه تاني وإنه فقدك للأبد، دي الخسارة اللي ما يعرفش يتعافى منها. أكتر نقطة ضعف عنده مش أنت ولا أي شخص تاني، لكن هي الحقيقة اللي بيهرب منها، إن وجودك كان بيخليه يشعر إنه له قيمة وفقدها بفقدانك. النرجسي عمره ما يتعافى ولا هو سعيد بعد هجرانك له. ثالث علامة إنه فاقد الاتصال الحقيقي مع الآخرين. أكبر مأساة في حياة النرجسي مش إنه عايش لوحده، لكن إنه محاط بالناس وبرضه وحيد. تفتكر ليه؟ لأنه عمره ما عرف يعني إيه علاقة حقيقية. مفيش شريك حقيقي، ما عندوش صديق حقيقي، حتى نفسه مش قادر يقبلها. كل كلمة بيقولها لازم تترسم بالكذب والتلاعب. كل ضحكة وراها صفقة، كل حب وراه مصلحة. الناس بالنسبة له أدوات. هو يقدر يضحك وسط مئات، يبان ناجح، محبوب، لامع، لكن أول ما يقفل الباب على نفسه الوحدة بتدمره. بيبدأ علاقاته بداية رائعة، لكن مش عشان يقدم حب،
عشان يستغل ضحاياه بعدين. تفتكر في الآخر مين الخسران؟ هو نفسه، لأنه مهما جمع ناس حواليه ولا علاقة فيهم حقيقية. تخيل تبقى محاط بآلاف بس ولا واحد فيهم شايفك حقيقي. النرجسي عايش ورا كل الأقنعة، بيبدل فيهم كل يوم. ورابع حاجة إن ماضيه دايما بيطارده. هل عمرك شفت إنسان ماشي في الدنيا ضاحك متماسك لكن وراه شبح مش بيسيبه في حاله؟ ده بالظبط النرجسي. من بره بيبان قوي كأنه جبل واقف ما بيتهزش، لكن بداخله في صوت، في جرح قديم مش بيسكت. الناس فاكرة إن النرجسي بينسى بسرعة، إن اللي بيجرحه النهاردة بكرة مش هيبقى له أثر، لكن الحقيقة غير كده. هو محبوس داخل ذاكرة بتدمره كل يوم، ذاكرة مش بترحمه. كل كلمة إهانة اتقالت له، كل مرة سمع فيها أنت مش كفاية، محفورة داخل عقله. هو عايش حياته كلها كأنه بيجري لقدام، يبان ناجح، يبان متحكم، لكن الحقيقة كل خطوة بيمشيها مربوط بخيط بيرجعه لورا، خيط خفي من الماضي ماسك فيه بإيد من حديد. والمأساة إن الماضي مش مجرد ذكرى بتعدي، لا، الماضي هو الوقود اللي بيغذي كل حاجة في شخصيته. هو السبب وراء كل كذبة بيقولها، كل محاولة سيطرة، كل دور بيلعبه قدام الناس. بيبان واثق متماسك عايش من غير خوف، لكن ده مجرد قناع. ورا القناع ده متخزن كل مرة حد كشف حقيقته وقرر يبعد عنه، وكل مرة اتمنع من وقود النرجسي، وكل مرة تهزز صورته الوهمية عن نفسه في طفولته. النرجسي بيقنع نفسه انه نسي الكلام ده من زمان، بس الحقيقة الذكريات دي بتتحكم في حياته، هي اللي بتزود خوفه من الرفض، هي اللي بتخليه يعامل الناس كأنهم أدوات، هي اللي بتحوله من إنسان طبيعي لسجين ذاكرته. الماضي بالنسبة له ما انتهاش، كل ما يحاول يهرب يلاقي خيط الذكريات بيشده من تاني. تفتكر حد أسير لذكرياته بالشكل ده ممكن يعيش يوم واحد سعيد بجد؟ وخامس علامة، الهروب المستمر من صوته الداخلي. عمرك سألت نفسك ليه النرجسي عمره ما بيعرف كلمة كفاية؟ ليه مهما خد مهما جمع تلاقيه لسه بيجري وكأن فيه شبح بيطارده؟ الجواب أبسط وأقصى من اللي ممكن تتخيله. جواه وحش ضخم بيطارده ليل نهار، والوحش ده مش حد من بره، الوحش ده هو نفسه. النرجسي مش بيسعى ورا طموح زي ما بيبان قدام الناس، مش بيجري ورا حلم زي باقي البشر، لا، هو بيهرب من فراغ داخلي ملوش آخر. مهما كان عنده وظيفة مستقرة أو مشروع ناجح أو علاقات مميزة أو رفاهيات، وكل مرة يحقق إنجاز يقنع نفسه إن المرة دي هتملى الفراغ، بس المرة دي زي اللي قبلها. الفراغ جواه بيكبر أكتر. اللي بيحركه مش الطموح، اللي بيحركه مرض اسمه الخطوة اللي جاية هتضيف إيه لغرور المزيف، الضحية الجاية، الصفقة اللي جاية، العلاقة اللي جاية. لكن في كل مرة يوصل للحاجة اللي كان فاكرها الحل بيكتشف الحقيقة المرة، إنه لسه تعيس، لسه جواه نفس الفراغ ويمكن أزيد. النرجسي بيطارد إحساس زائد بالانتصار، بيطارد الفوز بأي تمن حتى لو ما بيعرفش هو بيدور على إيه بالظبط. تخيل تعيش عمرك كله تجري لكن مش عارف بتجري لإيه ولا بتجري رايح على فين. دي حياة النرجسي، سباق ما بينتهيش من غير خط نهاية. كل يوم يصحى يفتكر إن فيه جاي أفضل يقدر يحقق له السعادة، لكن لما بيوصل يرجع يكتشف إن الطريق أطول والجوع أكبر والفراغ أوسع. هو مش عايش حياته، هو عايش علشان يهرب من نفسه، من فراغه، من الحقيقة اللي مش قادر يواجهها، الحقيقة اللي ورا القناع المزيف. النرجسي ممكن يملك الدنيا كلها لكن جواه دايما فارغ. كل ما تحاول تقرب منه هتكتشف انك مش واقف مع انسان بيجري ورا احلام، انت واقف مع انسان بيجري من نفسه. النرجسي ممكن يضحكك، يبهرك، يخدعك، لكن الحقيقة ورا كل التمثيل ده تعاسة رهيبة. هو مش قوي زي ما بيحاول يبان، هو مجرد ممثل بارع بيتقن الدور قدام الناس لكنه فاشل قدام نفسه. النهاردة اتعرفنا على 5 علامات تكشف لنا حقيقة انه تعيس وانه بيعيش في السجن داخلي من صراع واحساس بالعار مسيطر عليه. دلوقتي لسه بتشوف النرجسي السعيد؟ شاركونا التعليقات.